في كام دقيقة هقول لك ازاي الزمالك يقدر يكسب الاهلي ويفوز بالسوبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة سكواد جرينتا. قدامنا ديربي غير عادي، قمة الاهلي والزمالك، ماتش كل كلمة فيه ليها وزن. اولا خليني اقول لك الصورة بتاعت الوضع الحالي للفريقين. الزمالك دخل الماتش في ظروف فنيه صعبه جدا، ما بين تغيير المدير الفني والاصابات اللي حرمتنا من لعيبه اساسيين في الفرقه زي اخوان بيزيرا اللي هو اهم لاعب في الفريق ومفتاح رئيسي بيتبنى عليه تكتيك اللعب والخطه كلها. كمان محمود بنتاي هو وعدي الدباغ، دول يا صديقي من اللعيبه اللي بيدونا مرونه تكتيكيه وخططيه غير عاديه، واللي لسه مش متاكدين هل هيلحقوا الماتش ولا مش هيقدروا. محمد صبحي الحارس الاساسي نفس الكلام، واحمد شريف اللي واضح من ماتش بيراميدز انه لسه بيعاني من الاصابه اللي جات له في ماتش دي كده. وعندك دونجا مسمار نص الملعب بتاعك اللي موقوف ومستبعد من البطوله. زود بقى عليهم ادم كايد وناصر منسي، يعني بتتكلم في نص السكواد الرئيسي بتاعك يا مصاب ومش هيشارك، يا عنده اصابه واحتمال ما يلعبش، يا موقوف يا مستبعد. يعني الامور حقيقي تخنقك انت كمشجع، ما بالك بقى بالمدرب. بصراحه الله يكون في عون احمد عبد الرؤوف، راجل شغال في ظروف زي دي وبالغيابات دي، ومطلوب منه ينافس ويكسب عشان الزمالك مهما كانت ظروفه ما ينفعش يكون غير بطل وكبير. الناحيه الثانيه الاهلي بيدخل الماتش بسكواد شبه كامل وبتشكيله متوازنه، عنده اسلحه فتاكه على الاطراف، تريزيجيه، بن شرقي، زيزو، محمد عبد الله، وحط معاهم طاهر وعبد القادر، ونص ملعب تقيل جدا، ديانج ومروان عطيه ومحمد علي بن رمضان، وزود قفشه، وخط دفاع متمرس، هاني، عمر كمال، كوكا، شكري، كريم فؤاد، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، وبيكهام، والعش كتيبه اللهم لا حسد. المهم نخش في الماتش. التشكيل المتوقع للاهلي اللي هيبدا بيه الدنمارك ياستروب، في حراسه المرمى محمد الشناوي، 2 مساكين ياسر ابراهيم وياسين مرعي، على الاطراف محمد هاني واحمد نبيل كوكا، في نص الملعب مروان عطيه واليو ديانج، في الهجوم تريزيجيه وزيزو وبن شرقي وجراديشار كمهاجم صريح. الخطه في مجملها 4-2-3-1، ودي مراكز اللعيبه على ارض الملعب زي ما احنا شايفين. وبالنسبه للزمالك اتمنى ده يكون التشكيل اللي يبدا بيه احمد عبد الرؤوف. في حراسه المرمى محمد عواد، 2 مساكين الونش ومحمد اسماعيل، على الاطراف عمر جابر وفتوح، وطبعا ده في حاله غياب بنتاي. نص الملعب محمد شحاته، احمد ربيع، وعبد الله السعيد، وهقول لك بعد شويه ايه اهميه عبد الله السعيد. وفي الهجوم ناصر ماهر وشيكو بانزا وسيف الدين الجزيري. الخطه في مجملها 4-3-3، وهشرح لك حالا ليه التشكيل ده الانسب لينا قدام الاهلي. شوف يا صديقي، علشان نحط تشكيل لازم الاول نشوف طريقه لعب الاهلي بناء على ماتشاته اللي فاتت في الدوري وافريقيا. اولا في الحاله الدفاعيه بيعتمد في الثلث الاولاني من ملعب الخصم على الهاي بريس، وهو انه زي ما انت شايف بيضغط بالمهاجم والاثنين الاجنحه وصانع اللعب والثمانيه اللي هو ديانج على المساكين والباكات وخط الوسط المدافع، وده عشان يقفل زوايا التمرير ويخليهم مش قادرين يطلعوا بالهجمه. ودي كمان حاله تانية للهاي بريس اللي بيعمله الاهلي. بص معايا كده هنا، شايف ديانج فين؟ نفس الشكل بيتكرر في اكتر من مباراه، ودي حاله كمان اهي. شايف الشكل؟ دايما ديانج خانق وسط الملعب المدافع ومش عارفين يستلموا الكوره من المساكين ولا الباكات. عشان كده كنت قلت لك في فيديو سابق ان انا شايف ديانج اهم لاعب في الاهلي، لان الراجل بيشتغل وبيشارك هجومي ودفاعي على اعلى مستوى، وده سبب تفوق الاهلي دايما في نص الملعب. ودي حلها انك تزود لعيب في نص الملعب بتاعك، لعيب خبره وكوير وبصير يخوف ويقلق ديانج من المشاركه في الضغط العالي ويخف الضغط على الارتكاز المدافع بتاعنا. اللاعب ده هو عبد الله السعيد، لان وجوده في الملعب وفي الحته دي هيمنع تقدم ديانج، وده لخطوره عبد الله السعيد في حاله انه استلم الكره مرتاح من غير رقابه. وياستروب هيدي تعليمات لديانج انه ما يزيدش ويسيب عبد الله فاضي، وبكده تدي فرصه لشحاته وربيع يستلموا من غير ضغط ويطلعوا بالهجمه مرتاح. وحتى لو ديانج قدم وضغط على واحد فيهم فبكده في 2 لعيبه فاضيين برضه، منهم عبد الله السعيد مايسترو نص الملعب اللي يقدر ينقل الكوره لنص ملعب الاهلي بكل سهوله ويشكل سلاح فتاك في التحولات من الحاله الدفاعيه للهجوميه. دي كده اول ملحوظه محوريه في بناء الخطه، وخد بالك دي ملحوظه بتفيدك في حاجتين: حرمان الاهلي من سلاح الضغط العالي، وتسهيل بناء الهجمه والخروج بالكره بالنسبه للزمالك. قوه الاهلي الاساسيه هي الانضباط التكتيكي والضغط العالي في بدايه المباراه، ده سلاحهم الاول، وقلنا لازم احمد عبد الرؤوف يعمل ايه عشان يكسر السلاح ده. ثانيا الاطراف زيزو، تريزيجيه، بن شرقي. هنا بقى بتيجي مهمه فتوح وعمر جابر وشحاته وربيع.
وجود فتوح ناحيه الشمال اللي لو ظهر بنفس مستوى ماتش بيراميدز هيفرق كتير جدا 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 في خط ظهر الزمالك، خصوصا في تحجيم تحركات زيزو اللي بيحب الجري والمساحات، وفتوح لعيب سريع ورخم وغلس وعنده خبره وحريف ويقدر يخفي زيزو تماما ويخرجه بره المباراه، ده لو كان مركز وعايش الماتش. في الناحيه الثانيه عمر جابر مهمته هتكون مش سهله اطلاقا قدام بن شرقي او تريزيجيه، لكن بثق فيك يا عمر في الماتشات الكبيره بتكون قد المسؤوليه. بس هقول لك على نقطه صغيره كده لكن مهمه جدا، خد بالك يا عمر من اللي بيقطع من ورا ظهرك خصوصا في العرضيات، عشان دايما انت بتتغفل في الحاجات دي واحنا بالله عليك مش ناقصين، فركز وحياة ابوك في التمركز وصحصح كده للي بيجي من ظهرك، خصوصا تريزيجيه اللي بيجيب اجوان كتير قوي بالطريقه دي. ثالثا صانع الالعاب، سواء كان بقى هيلعب بتريزيجيه او زيزو زي ما لعب في ماتش سيراميكا، دي بقى مهمه الارتكاز شحاته وربيع، ما يخلوش صانع اللعب يتنفس، ويا ريت لو يلعب عليه مان تو مان. شفت حسام عاشور كان بيعمل ايه مع شيكا؟ يقرفه كده في حياته، يفضل لازق فيه زي خياله، لو خرج يشرب روح اشرب معاه من نفس الازازه، ما تخلوش يستلم مرتاح، ما تخلوش يعرف يباصي او يعمل ثرو باص باي شكل، اخنقه زهقه خرجه بره تركيزه، اعمل حركات واستفزه زي دونجا. مش عايز اشوف صانع اللعب بتاع الاهلي واخد حريته وبيقسم بمزاج، عشان لو ده حصل هنشيل قبح كلنا. ده كده بالنسبه لهجوم الاهلي وازاي نقصقص ضوافره. تعالى بقى لمهاجمين الزمالك. ناصر ماهر مطلوب منه يعمل اللي عمله في ماتش بيراميدز بالظبط، بس على الجنب الشمال بتاعنا اللي هو الجنب اليمين بتاع الواد هاني الكلح. العب السهل يا ناصر وخليك اجريسيف على الكوره وروح دايما على الكلح واحد لواحد وهتعدي منه. صدقني لما اقول لك انك لو لعبت زي ماتش بيراميدز هتبقى مفتاح المكسب لينا، وانت فرده تقيله قوي لما بتكون مركز وبتلعب جماعي، وهاني مش هيقدر عليك. والله زي ما بقول لك دايما اضرب ظهر هاني بالتحركات وعبد الله هيلاقيك فين ما كنت، ما تقلقش. شيكو بنزا، بص بقى يا واد يا شيكو، انا مش هقول لك تكتيك وتمركز عشان الكلام ده انا عارف ما بياكلش معاك، انت راجل سريع وقوي وبدنيا عالي ما شاء الله، انا بس هوصيك تفلق كوكا نصين في الالتحامات والجري وتفرهده وتمارس عليه الشعوذه بتاعتك. عايزك تبقى عنتر على كوكا تشمل امه جري ورمح، دايما زق الكرة قدامك واجري وراها وانت هتروح، يمكن بواحده ولا حاجه تصنع منها هدف او تجيب انت جول من عرضيه في ظهر كوكا. اما بقى سيف الدين الجزيري فوجوده مهم جدا جدا عشان تحركاته بصراحه ممتازه والضغط بتاعه على المدافعين، وهو للامانه يعني افضل مهاجم في اللي موجودين عندي. كمان عنده حاجه مهمه وهي خبره ماتشات القمه وبيعرف يسجل في الاهلي. هقول لك بس نصيحه صغيره يا سيف، العب على غلطات ياسر ابراهيم ودايما اضغط عليه وهو معاه الكوره، واقطع دايما في ظهره في الحته اللي بينه وبين هاني، دي نقطه ضعف كبيره في دفاع الاهلي، وانت سريع وهجان وتقدر تخلص الماتش بواحده زي دي. الخلاصه لو عايزين الزمالك يكسب لازم ينفذ الخمس حاجات دول بالترتيب. رقم 1، اضغط ضغط منظم من اول ثانيه على مفاتيح لعب الاهلي، اخنق المساحات اللي بتطلع منها الكور البينيه والطوليه. رقم 2، اضرب خط ظهر الاهلي خصوصا الباكين بالمرتدات السريعه، كل كوره ناحيه عمر جابر او شيكو بنزا تتحول فورا لمرتده على الشمال لناصر ماهر، والعكس صحيح، كل كوره ناحيه فتوح او ناصر ماهر تتحول فورا لمرتده على اليمين لشيكو بنزا. رقم 3، استغل المساحات بين خط نص الاهلي ودفاعه، اتحرك يا سيف في ظهر المساكين وسقط الكوره يا عبد الله انت وناصر في ظهر ياسر ومرعي. رقم 4، قلل الاخطاء في نص الملعب، دي بقى وظيفه شحاته وربيع، لعبوا السهل يا جماعه ومن لمسه واحده، بلاش احتفاظ بالكره كتير وضغطوا بقوه على صانع اللعب وديانج. رقم 5، الهدوء اول ربع ساعه، الزمالك لو عدى اول 15 دقيقه من غير ما يستقبل جول هيسيطر على الايقاع وهيفرض رتمه على الاهلي. لو نفذنا الخمس خطوات دي الاهلي هيواجه مشكله في خلق الفرص وهتبقى الافضليه للزمالك، شرط واحد بس، الانضباط والتركيز لاخر ثانيه. الماتش ده هيتحكم فيه التكتيك والضغط النفسي، وان شاء الله الزمالك يفوز بالسوبر ويفرحنا كلنا. انا كده خلصت، فلو عجبك التحليل يا ريت تدعمني بلايك وسبسكرايب وشارك الحلقه على صفحتك، ومستني اشوف رايك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.